السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير. في حاجات كده بتبقى قدامنا واحنا بنحاول نغمض عنا عليها علشان ما توجعناش. لا، بلاش الهروب من المشاكل الأسرية بالذات. لازم نكون فاهمين الشخصيات اللي قدامنا. سكتي بقى وتقبلتي على نفسك، ده حرية شخصية ليكي. ما سكتيش، برضو دي حرية شخصية ليكي انت بقى ونظرتك. احنا ممكن نعرف زوج وزوجة، خطيب، مرتبطين، في علامات كده بتدل اللي هو مش عايزك من الاخر. وعلامات كده كل يوم بتكبر بتكبر، بيدل اللي خلاص بقى، يعني انا بقولك مش عايزك بس اهو، اديكي قاعدة وخلاص. اول حاجة الاهمال. الاهمال بقى في كل حاجة، وسايبك لوحدك وعايشة مع نفسك كده، ولا بيسأل بقى عليكي، ولا نازلة رايحة فين ولا جاية منين، ولا صحتك عاملة ايه، ولا اي حاجة، عايشة وخلاص. ماشي. تاني حاجة، كل حاجة انت بتعمليها مهما تعملي ومهما تبدعي وتعملي اكل واو وتروقي وكده، مش عاجبه حاجة. ماشي. وبينقد نقد على طول على طول على طول. خلاص بقى، ما هو من جواه مقفول. نقد على الصغيرة وعلى الكبير، وعلى حاجة صغيرة يكبرها لك، يعملها لك فيلم كبير. اعرفي ان انت من جوه خلاص انتهيتي، او واحدة دخلت تاني. ده الاسلوب بتاعته. آه بصي بقى، في حاجات تانية كده. لو ممكن تعرفيها، لو هو ممكن بيكلم حد تاني، هتلاقيه على طول دماغه مش فيه، تركيزه مش فيه. هتلاقيه كده الكلام في الموبايل على طول. عازل نفسه عنك. يعني الكلمة على قد الكلمة، مش عايز يتكلم أكتر من كده. الخروج كتير. الكلام على الموبايل في العربية تحت، المهم قبل ما يطلع بيخلص تليفوناته. مش طايق لك كلمة في البيت. حتى المصاريف تبقى على القد. يعني هتحسي كده بتغير جامد جدا جدا. العلاقة الحميمة بيقلل منها، يعني ممكن ما يبقاش فيه خالص. فالحاجات دي كلها بتظهر لك اللي فيه جرس انذار ليكي. فوقي يا ماما لنفسك وشوفي اللي بيحصل من وراكي. شكرا لكم، السلام عليكم.